عاجل جدا. الأسيرة المفرج عنها تجيب على السؤال الصعب: لماذا رفضت إسرائيل في البداية استلام الأسيرتين من حماس؟ امبارح كتائب القسام أعلنت أنها أفرجت عن أسيرتين من ال200 أسير الإسرائيليين اللي عندها. في البداية عرفنا أن إسرائيل رفضت استلام الأسيرتين، والناس كلها استغربت من رد فعل إسرائيل تجاه أسراها، وما نعرفش إيه سبب الرفض. بعد وصول الأسيرتين إلى رفح وتسليمهم لأهاليهم ابتدت الأمور تتكشف شوية بعد شوية، وتوقعاتنا طلعت في محلها. وبعد تصريحات الأسيرتين لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية تقريباً كده السبب بقى واضح وضوح الشمس. وتقريباً سبب إن القيادات الإسرائيلية رفضت استلام الأسيرتين في البداية هو إنهم كانوا عارفين إن الأسيرتين دول هيأثروا على الرأي العام الإسرائيلي، لأنهم هيحكوا عن اللي حصل لهم أثناء الأسر. وأكيد هم عارفين إن الحمساوية مش هيعذبوا الأسرى زي ما هم بيشيعوا وسط المواطنين الإسرائيليين، لأن حماس وكتائب القسام مجرد مجموعة من الحيوانات والوحوش ويجب إبادتهم. وفعلاً اللي كانوا بيتوقعوه واللي احنا توقعناه حصل بالفعل. المحتجزة الإسرائيلية يخفض ليفيشيتز تروي شهادتها أمام وسائل الإعلام العالمية وتقول: لما وصلنا إلى غزة أول كلمة قالوها لنا في البداية إنهم مسلمين وبيؤمنون بالقرآن، وإنهم مش هيضرونا، وإن احنا هنتعامل كأننا بين أهالينا وأحسن حبتين. قالوا لنا ما تقلقوش، هتتعاملوا زيكم زينا، هتاكلوا اللي بناكله وهتشربوا اللي احنا بنشربه. الأسيرة بتقول: احنا كنا تحت حراسة مشددة، وكانوا جايبين لينا طبيب ومسعف، وكان كل يوم تيجي واحدة تتأكد إن كل حاجة متوفرة لينا، خاصة الأدوية اللي بناخدها كل يوم. كانوا مهتمين بينا جدا بالجانب الصحي، وكان لدينا طبيب ملحق يأتي كل يومين أو 3 أيام ليرى ما يحدث معنا. كانوا متحملين المسؤولية تجاهنا وبيحرصوا على إحضار الأدوية، وإذا لم تكن هناك أدوية متماثلة فكانوا بيجيبوا لنا بدائل متكافئة. لقد كانوا طيبين للغاية، ولازم يتأكدوا من إن احنا بناكل جيدا، كنا نأكل نفس الطعام مثلهم. لقد عاملونا بشكل جيد واهتموا بكل التفاصيل. كان لديهم نساء معنا يعرفن معنى النظافة الأنثوية ويتأكدن من حصولنا على كل شيء. وتقول الأسيرة المفرج عنها أنها لاحظت أن حماس عاملة حساب كل حاجة من قبل عملية 7 أكتوبر. لقد خططت حماس لكل شيء منذ فترة طويلة، لقد أعدوا كل ما نحتاجه بما في ذلك الشامبو والبلسم. أنا الآن علمت أن نقص كفاءة الجيش والشباك أضر بنا كثيرا. لقد كنا كبش فداء للحكومة الإسرائيلية. دي كانت شهادة إحدى الأسيرات اللي أزعجت القيادات الإسرائيلية، وعلشان كده رفضوا في البداية استلامهم. اللهم احفظ غزة وأهلها من كل سوء، آمين يا رب العالمين. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.